هل تصدق أن كلماتك قادرة على تغيير شكل جزيئات الماء؟ وهل تصديق هذه الحقيقة يفتح بابا للتأمل في كلام الله؟ في تجربة علمية غير مألوفة، قام العالم الياباني ماسارو إيموتو بتسجيل ردة فعل جزيئات الماء بعد تعرضها لكلمات مختلفة، بعضها طيب وبعضها قبيح وبعضها آيات من القرآن. وضع الدكتور إيموتو عينات من الماء في قوارير زجاجية، وعرض كل واحدة لكلمة مختلفة كشكرا، حبا، كرها، حربا، إبليس، وأيضا لآيات من القرآن الكريم، وخصوصا سورة الفاتحة والرحمن. ثم جمد العينات وصورها تحت المجهر، فكانت المفاجأة الماء الذي تعرض لآيات القرآن تشكل في بلورات نظيفة متناظرة كأنها جواهر ساحرة، أما الماء الذي عرض لكلمات قبيحة أو لصور سلبية فقد تشوهت بلوراته وفقدت تناظرها وجمالها. إن كان للكلمات هذا الأثر في الماء، ونحن نشكل من الماء أكثر من 70%، فكيف يكون أثر القرآن على جسد الإنسان، على نفسه، على قلبه؟ ليس القرآن كلاما نردده فقط، بل هو ذبذبة وطاقة يستقيم لها كون وتهتز لها خلايا. لذلك قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن ليس مجرد كلام، إنه شفاء وهدى ونور حتى للماء. فكيف بنا نحن؟ لا تنسى الاشتراك في قناة نبذة، نعمل لتلخيص كل شيء. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.